في آية في سورة مريم لما ربنا أخذ يعدد أسماء الأنبياء وأفضالهم بيقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ده نبي عظيم. سيدنا إدريس يا إخوانا كان خياط، كان خياط. تصور الذي بلغه هذه المكانة العالية حاجة بسيطة جدا. كان كل ما يشك شك يذكر الله، كل ما يشك شك يذكر الله. فربنا يقول لك ايه؟ واذكر يا محمد في الكتاب في القرآن إدريس، ده من أوائل الأنبياء بعد أبينا آدم وابنه شيس حدوته يعني. ده إدريس ده قبل نوح يا إخوان. يا الله. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بسبب المداومة على الذكر. أمنا رابعة العدوية رضوان الله عليها قررت أن تحج في عام من الأعوام، فركبت ناقتها وخرجت مع جيرانها صحبة عشان المشوار. في الطريق مرضت ناقتها فنفقت، الناقة ماتت. راحت قاعدة، الناس اللي معاها قالوا لها المسافة من هنا للديار قريبة، مشوارنا وأرض الحجاز طويل وما فيش حد يقدر يستغنى عن الدابة عشان حد يبديك عن نفسه، وانت كل سنة بتحجي واللي يعيش يحج. استقربي في المشوار واتكل على الله ارجعي. قالت: سبحان الله، كيف أعود في طريق بدأت السير فيه إلى الله؟ انتم منكم الصلح بالوسيلة ولا الدوام؟ سيبوا الأمر لصاحب الأمر، هيدبر الأمر. انتوا سيبوني واتكلوا على الله. تركوه وانصرفوا. فبدأت تسير على أقدامها، كلما خطت خطوات سجدت لله شكرا، خطوات سجدت لله شكرا، خطوات سجدت لله شكرا، حتى اقتربت من بيت الله الحرام فنظرت إلى الكعبة المشرفة فخيل إليها أن البيت يتحرك من مكانه لاستقبالها، فأشارت بيمينها: أيها البيت مكانك، أنا لا أريد البيت ولكني أريد رب البيت. لكني أريد رب البيت. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح الود منك فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب.